بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة المسكوتشو خفيفة وظريفة على طريقتي. أول حاجة نديروها، نجيبو ريسيبيون نحطو فيه 3 بيضات كاملين بالصفر بالبياض، نحطو الغرف لافاني، نزيدو معاه كأس غير ربع سكر، نخلطو بالباتور حتى تحصلوا على سائل رغوي، ثم نضيف نصف كأس حليب ونكمل عملية الخلط. ثم بعد ذلك نضيف نصف كأس زيت على دفعات ونكمل عملية الخيط بحيث ندمج كل المكونات مع بعض. كما راكم تشوفوا أنا سرعت الفيديو في هذه المرحلة. هي مدة الخلط تكون حتى 3 دقائق. نزيدو عليها كأس تاع فارينة بعد ما نخلطوه مع 2 باكيات تاع الخمارة تاع الحلوى. انا استعملت نوارة. نسيين نغربلو في الصفاية ومن بعد نخلط بالباتور. كي تخلطوا مليح نزيد نصف كاس تاع فارينة، نكمل عملية الخلط حتى يندمجوا لي المكونات مع بعضهم. كما راكم تشوفوا نصفيه الكاس الثاني نصفيه. في الأخير أضيف ملعقة خل ونكمل الخلط حتى تحصل على هذا القوام. ومن بعد نأخذ المول اللي يدخل الفرن ندهنه بالزبدة كما راكم تشوفوا، ومن بعد نفرغ المسكوتشو تاعي فيه. نسيي نوزع الكمية على كامل المول قبل ما باش يكون بطريقة مستوية قبل ما ندخلو للفرن. ندخلو الفرن على درجة 180 درجة اللي كنت شعلته من قبل ب 15 دقيقة وهي سخون. خليها تطيب من التحت ثم شعللها من الفوق. تحصلوا على هذه النتيجة. خليها تبرد وبعد نقبض شوية معجون تاع التشينا نخفها بشوية تاع الماء وندهن به المسكوتشو تاعي من الفوق ونزينه بالجوز. هذه هي النتيجة النهائية اللي نتحصلوا عليها.